طلاب الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل إن شاء الله في الفيديو ده حل الأسئلة الهامة على الوحدة الأولى جبر لمنهج الترم الثاني. كنا وقفنا في الفيديو اللي فات وهسيب لك الرابط بتاعه في وصف الفيديو ده لغاية السؤال رقم 6. هنبدأ النهاردة إن شاء الله بالسؤال رقم 6. بيقول لي أوجد قيمتي ألف وباء علما بأن واحد وسالب واحد حلا للمعادلتين دول. من الأول كده نتفق، طالما قال لي واحد وسالب واحد النقطة دي الزوج المرتب ده حل للمعادلتين، معناها أي زوج مرتب بيبقى أول عدد يخص السين، تاني عدد صاد. يعني بمنتهى السهولة عوض مكان السين في كل معادلة بواحد ومكان الصاد بسالب واحد، تعدل شكل المعادلتين بتوعك وبعد كده اشتغل بطريقة الحذف أو التعويض، لأن دي معادلات من الدرجة الأولى. يبقى هنبدأ مسألتنا نقول له بما أن واحد وسالب واحد حلا للمعادلتين، ونكتب المعادلتين ونعوض. السين أكتب مكانها واحد، يبقى هنا في المعادلة الأولى ألف سين مكان السين واحد، يبقى واحد في ألف بألف. بعد كده الصاد سالب واحد، اضرب سالب واحد مكان الصاد اهو في باء يديلك سالب باء يساوي 7. المعادلة التانية برضو اعمل فيها نفس الكلام، السين عوض بواحد مكان السين دي واحد في ألف بألف. طب مكان الصاد عوض بسالب واحد، سالب واحد في سالب باء، سالب في سالب بموجب، والباء تنزل تساوي 3. كده بقى شكل المعادلتين بتوعي بالشكل ده، نقدر نطلع قيمة ألف وباء زي ما هو عايز لما نشتغل المعادلتين دول بالحذف أو التعويض. إيه الأسهل لينا؟ اشتغل بالحذف. ليه؟ لأن هنا سالب باء وهنا موجب باء، الاتنين الإشارات بتاعتهم متغيرة ونفس المعامل، احذفهم. يبقى نقول له كده ألف ناقص باء يساوي 7، واحط تحتها ألف زائد باء يساوي 3، ونقول له بالجمع. طالما الإشارات مختلفة يبقى نقول له بالجمع. هنا الباء والسالب باء خلاص اتحذفوا مع بعض، ألف وألف 2 ألف تساوي 7 و3 10. من هنا نطلع الألف، نقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين عشان نشيل الألف، الاتنين اللي جنب الألف دي راحت مع دي، يبقى الألف كده تساوي 10 على الاتنين يساوي 5. طلعت قيمة الألف، عوض في أي معادلة تطلع لك قيمة الباء. نقول له مثلا بالتعويض، عايز تعوض في المعادلة دي ماشي، عايز تعوض في دي برضو ماشي. ايه الأسهل لك؟ خد اللي فيها موجب، قول له بالتعويض في المعادلة ألف زائد باء تساوي 3. أنا طلعت لك الألف ب5، هشيلها من هنا واكتب 5 زائد باء تساوي 3. يبقى الباء هنا تساوي 3 صاحبة المكان الأول، وودي الخمسة بعكس إشارتها تبقى سالب 5، يبقى الباء تساوي 3 ناقص 5 سالب 2. وهو ده المطلوب. وما تستعجلش تقول لي مجموعة الحل 5 وسالب 2. أنا مش بقول لك أوجد مجموعة الحل، أنا بقول لك أوجد قيمتي ألف وباء. خلاص يبقى نقول له إذن الألف طلعناها ب5 والباء طلعناها بسالب 2، وكده تبقى خلصت المسألة. تعال نأكد الفهم بالمسألة رقم 7. نفس الفكرة، أوجد قيمتي ألف وباء علما بأن واحد واثنين حلا للمعادلتين. برضه هنقول له بما أن واحد واثنين حلا للمعادلتين، ألف س زائد باء صاد تساوي 4، و3 ألف س زائد 2 باء صاد تساوي 0. كل اللي هنعمله شيل كل س واكتب أول عدد في الزوج المرتب ده إن هو 1، وشيل الصاد واكتب 2. هنا هشيل السين واكتب 1، 1 في ألف بألف. الصاد هنعوض مكانها ب2، 2 في باء ب2 باء تساوي كام؟ 4. عوض برضو في المعادلة التانية ان هي 3 ألف س زائد 2 باء صاد، شيل السين وعوض مكانها ب1، 3
ألف في واحد هي 3 ألف. شيل الصاد عوض مكانها باتنين، 2 في 2 ب4 في باء ب4 باء تساوي 0. برضو بنفس الطريقة بطريقة الحذف، بس أنا ملاحظ هنا لو أنا عايز أحذف الباء هنا موجب وهنا موجب، لا يبقى لازم أضرب واحدة في سالب عشان تبقى الإشارات مختلفة. طب إيه المشكلة التانية اللي مقابلاني؟ هنا 2 وهنا 4. طب ما أنا ممكن أخلي الاتنين 4، أضربها في كام؟ أضربها في 2، وهنزود عليها كمان السالب عشان تبقى -4. يبقى دي هضربها في سالب وكمان هضربها في 2 عشان تبقى -4 وهنا -4. يبقى نقول له بضرب المعادلة الأولى في -2، بس هتضرب المعادلة كلها. -2 في ألف ب2 ألف، -2 في -2 ب4 والباء تنزل يبقى -4 باء تساوي الأربعة دي في ناس بتنساها برضه هتتضرب في -2، -2 في 4 ب8. اكتب تحتها المعادلة دي ان هي 3 ألف زائد 4 باء تساوي 0. انت كده فهمت احنا ضربنا في -2 ليه؟ عشان يبقى هنا -4 وهنا -4 يتحذفوا مع بعض. يبقى نقول له بالجمع -2 وهنا -3 يديني 1 بالموجب ألف. لما تبقى الإشارات مختلفة نطرح وناخد إشارة الكبير. -4 راحت مع -4 تساوي -8 وهنا 0 ينزل -8 يبقى الألف ب8. عوض في أي معادلة تطلع لك الباء. نقول له مثلا بالتعويض في المعادلة دي الألف نشيلها، نقول له بالتعويض في المعادلة ان هي ألف زائد 2 باء تساوي 4. شيل الألف واكتب -8 يبقى -8 زائد 2 باء تساوي 4. يبقى الاتنين باء كده في طرف لوحدها تساوي 4، وودي ال8 بعكس إشارتها تبقى -8، يبقى الاتنين باء تساوي 12. 4 و8 12. اقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين تبقى الباء تساوي 12 على 2 فيها 6. يبقى نقول له خلاص في الآخر إذا ألف تساوي -8 وباء تساوي 6، وما تكتبش مجموعة الحل لأن هو عايز الألف والباء بس. رقم 8 بنفس الفكرة برضو. شيل كل س في المعادلة الأولى والتانية واكتب مكانها 3، والصاد عوض ب1. عايزك تحلها بنفسك عشان تتأكد ان انت فهمت الفكرة. نحل رقم 9 عشان دي مختلفة شوية. في ناس هتقولك ألف و2 باء، نفس الفكرة برضو. بيقول لي إذا كان الزوج المرتب ألف و2 باء حلا للمعادلتين. خلاص يبقى أول حاجة تخص السين، تاني حاجة بعد الفاصلة تخص الصاد. لما أشوف السين أشيلها واكتب ألف، لما أشوف الصاد أشيلها واكتب 2 باء. برضو بنفس الفكرة هنقول له بما أن ألف و2 باء حلا للمعادلتين، واكتب المعادلتين دول. يبقى خلاص نعوض. السين أشيلها واكتب الألف، هنا السين 3 س أشيل السين واكتب ألف تبقى 3 ألف. الصاد اكتب مكانها 2 باء، يبقى الصاد لوحدها اهو هكتب مكانها 2 باء يبقى -2 باء لأن الإشارة هنا كانت سالب تساوي 5. المعادلة التانية برضو السين اكتب ألف، والصاد هنا موجب اكتب مكانها 2 باء تساوي -1. المعادلتين سهلين خالص لأن هنا -2 باء وهنا -2 باء هيتحذفوا مع بعض على طول من غير ما نضرب في أي حاجة. يبقى نحط المعادلتين تحت بعض كده عشان تفهمهم. ونقول له بالجمع اجمع 3 ألف وألف يديني 4 ألف. خلاص دول اتحذفوا مع بعض تساوي 5 ناقص 1 تساوي 4. 4 ألف تساوي 4 يبقى محتاج أقسم هنا على 4 وهنا على 4، يبقى الألف تساوي 4 على 4 تساوي 1. الباء عوض بأي واحدة في المعادلة دي أو المعادلة دي تطلع لك الباء. عوض في اللي فيها هنا الباء بالموجب، يبقى أقول له بالتعويض
في المعادلة ان هي أ زائد 2 باء تساوي -1. شيل الألف واكتب 1. يبقى 1 زائد 2 باء تساوي -1. يبقى من هنا ال2 باء تساوي -1، وودي الواحد بعكس إشارته يروح ب1. يبقى ال2 باء تساوي -1 ناقص 1 يديني -2. اقسم هنا على ال2 وهنا على ال2، يبقى الباء تساوي -2 على ال2 فيها -1. يبقى في الآخر نقول له الألف ب1 والباء ب1. رقم 10 أنا ملاحظ كده إن الشغل ده شغل الترم الأول، بيديني زوج مرتب يساوي زوج مرتب، وبيقول لي أوجد قيمتي أ وباء موضحا خطوات الحل. كنا متعودين عليها في الترم الأول زوج مرتب يساوي زوج مرتب، يبقى أقول المسقط الأول يساوي المسقط الأول، اللي قبل الفاصلة ده كله يساوي اللي قبل الفاصلة هنا في الزوج الثاني، والمسقط الثاني يساوي المسقط الثاني. يبقى نقول له بما أن 2 أ زائد باء و3 الزوج الأول يساوي 18 وألف ناقص باء، خلاص يبقى إذن ال2 أ زائد باء أن هي المسقط الأول في الزوج ده يساوي ال18 أن هي المسقط الأول في الزوج الثاني، وهنا الألف ناقص باء أن هي المسقط الثاني تساوي المسقط الثاني هنا برضه. خلاص بقى معادلتين من الدرجة الأولى نقدر نحلهم بالحذف برضه أو بالتعويض. الأسهل لي هنا إيه؟ الحذف، لأن هنا موجب باء وهنا سالب باء، نحذفهم على طول من غير ما نتعب نفسنا. هنكتب المعادلتين بالشكل ده: 2 أ زائد باء تساوي 18، وهنا أ ناقص باء تساوي 3، وقول له برضه بالجمع دول راحوا مع بعض، و2 أ وألف 3 أ تساوي 18 و3 يديني 21. من الكلام ده تبقى الألف لما نقسم هنا على 3 وهنا على 3 تبقى الألف ب7. طلعت الألف، عوض في أي معادلة تطلع لك الباء. نقول له بالتعويض في المعادلة مثلا الأولى دي 2 أ زائد باء تساوي 18، شيل الألف واكتب مكانها 7. 2 أ يعني 2 في 7، يبقى اكتبها لك واحدة واحدة اهو. 2 في 7 زائد باء تساوي 18، 2 في 7 ب 14 زائد باء تساوي 18، يبقى منها كده الباء تساوي 18 ناقص 14، يبقى الباء تساوي 4. خلاص يبقى في الآخر تقول له الألف ب7 والباء طلعت ب4. دلوقتي نيجي لمسائل التطبيقات، ورقم 11 بيقول لي عددان حقيقيان مجموعهما 40 والفرق بينهما 10، أوجد العددين. عايزين نتفق على حاجة في مسائل التطبيقات دي، ان احنا عايزين نقرأ المسألة كلمة كلمة. المطلوب مني ان انا اكون معادلتين، سواء المعادلتين دول هما الاتنين من الدرجة الاولى او معادلة من الدرجة الاولى ومعادلة من الدرجة التانية. فاحنا بنقرأ كلمة كلمة كده. اول حاجة قال لي عددان، مش هعديها، اقول له كده نفرض ان العددان س وصاد. يبقى انا كده خدت اول كلمة واستفدت منها. بيقول لي عددان حقيقيان. يعني ايه حقيقيان؟ يعني بيقول لك اي حاجة هتطلع معاك عدد حقيقي هي صح، يعني كسور، اعداد صحيحة، حاجة تحت الجذر وملهاش جذر، كل دي اعداد حقيقية. طيب تعالى نكمل. عددان حقيقيان مجموعهما 40. قبل الفاصلة دي الكلام ده كله ده معادلة الاولى اللي احنا هنكونها. عددان مجموعهما 40، وانا فرضت لك ان العددان س وصاد، يبقى لما اجمعهم السين زائد الصاد، عشان قال لي مجموعهما لازم اساويها ب40، وكده يبقى كونا المعادلة الاولى. طب بعد الفاصلة بيقول لي الفرق بينهما 10. الفرق بينهما يعني لما نطرحهم يديني 10. يبقى كده فهمنا برضو المعادلة التانية، يعني س ناقص صاد يساوي 10. كده انا كونت المعادلتين ومشيت مع المسألة كلمة كلمة.
هبص في المعادلتين بتوعي هلاقيهم هما الاتنين من الدرجة الأولى، وهنا موجب صاد وهنا سالب صاد، يبقى نشتغل بالحذف على طول. نكتب المعادلتين كده تحت بعض ونقول له بالجمع، وموجب صاد والسالب صاد هيتحذفوا مع بعض، يبقى باقي لي هنا س وس 2 س تساوي 40 و10 50. لما تبقى الاتنين س ب50 اقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين، تبقى الس 50 على الاتنين فيها ال 25. طلعنا السين، باقي لي كده اطلع العدد التاني ان هو الصاد. عوض بالسين في اي معادله منهم تطلع لك الصاد. تعال نعوض في الاولى، نقول له بالتعويض في المعادله س زائد صاد تساوي 40. يلا شيل السين واكتب 25، يبقى 25 زائد صاد تساوي 40. يعني الصاد هنا هتطلع تساوي ال 40 هنا صاحبة المكان، ونجيب لها ال 25 بعكس إشارتها، يبقى الصاد تساوي 40 ناقص 25 يديني 15. طلعت السين وطلعت الصاد. قول له في الآخر، عشان في ناس بتتلخبط كتير ويقول لي مجموعة الحل. مجموعة الحل لما كنا بقول لك أوجد مجموعة حل المعادلتين، لكن أنا في الأول بقول لك أوجد العددين. يبقى مش هنكتب مجموعة حل، هنقول له إذن العددان هما 25 و15. طب أنا لازم أتأكد برضو أنا حليت المسألة صح ولا غلط. خد ال 25 وال 15 دول وعوض بيهم في المعادلة، في المعادلتين. هو مش بيقول لي عددين مجموعهم 40؟ تعال نشوف كده، لو جمعت 25 و15 يدينا 40. طب بيقول لي الفرق بينهم 10، لما نطرح 25 ناقص 15 فعلا يدينا 10. يبقى انا كده اتاكدت ان انا حالل مسألتي صح. تعال نقرا كده المسألة دي كلها على بعضها كده، وبعد كده ناخدها كلمة كلمة. بيقول لي عددان نسبيان مجموعهما 12 وثلاثة أمثال أصغرهما يزيد عن ضعف أكبرهما بمقدار واحد، أوجد العددين. أنا هنا ممكن أقول هفرض أن العددين س وصاد، بس الأفضل عشان ما اتلخبطش طالما بيكلمني عن واحد صغير وواحد كبير، يبقى أفرض الصغير كذا والكبير كذا. يعني نقول له نفرض أن العدد الأصغر مثلا س والعدد الأكبر صاد. ليه عملت كده؟ عشان لما امشي مع المسألة واحدة واحدة ما اتلخبطش، ابقى انا عارف مين الصغير اللي انا فرضته ومين الكبير وما بدلهمش في بعض. تعالى برضو نمشي كلمة كلمة. عددان نسبيان خلاص انا فرضتهم لك، مجموعهما 12 قبل الفاصلة دي ولغاية مجموعهما 12 دي اول معادلة. تعالى نجمع العددين كده، س زائد صاد تساوي 12. ما عنديش مشكلة في الجمع اكتب مين الاول، الجمع ابدالي. طب تعالى نشوف المعادلة التانية اللي بعد الفاصلة، وثلاثة أمثال أصغرهما يزيد عن ضعف أكبرهما بمقدار واحد. كلمة كلمة. أول حاجة ثلاثة أمثال أصغرهما، أنت فرض إن هو الصغير س، تلات أمثال السين يعني 3 س. خلصنا من كلمة ثلاثة أمثال أصغرهما. طب يزيد، يزيد يعني نطرح لما نقص منه. في ناس بتفتكر ان كلمة يزيد يعني نجمع، لا، يزيد يعني فرق. يزيد عن ايه؟ يزيد عن ضعف اكبرهما. طب اكبرهما فرضت ان هو صاد، ضعفه يبقى 2 صاد بمقدار كام؟ بمقدار واحد، يعني يساوي واحد. مشيت مع المسألة كده كلمة كلمة وكونت المعادلتين. هبص برضو في المعادلتين يا ترى هما الاتنين من الدرجة الأولى ولا واحدة أولى وواحدة تانية؟ لا، هنا هما الاتنين من الدرجة الأولى. يبقى احنا نشوف كده احنا محتاجين نحذف مين. أنا هنا لقيت الصاد موجب وهنا الصاد سالب، بس دي 2 ودي 1. الإشارات مختلفة زي ما أنا عايز، بس أنا عايز دي 2 صاد عشان تتحذف مع دي ان هي سالب 2 صاد. محتاج 2 هنا، اضرب المعادلة الأولى في 2. نقول له بضرب المعادلة الأولى في 2، وهضرب المعادلة كلها.
السين دي لما تتضرب في 2 تبقى 2 س، زائد الصاد لما تتضرب في 2 تبقى 2 صاد، تساوي ال 12 برضه هضربها في 2 تبقى 24. اكتب المعادلة التانية تحتها، 3 س ناقص 2 ص تساوي 1. وطالما الإشارات مختلفة قول له بالجمع، واجمع كده 2 و3 5 س، دي اتحذفت مع دي بقى لي يساوي 24 1 25. من هنا نطلع السين بان احنا نقسم على الخمسة اللي مضروبة فيها دي، هنا على الخمسة وهنا على الخمسة، يبقى السين تساوي 25 على الخمسة تساوي 5. برضه عوض وطلع الصاد عشان تقول له العددين هما كذا وكذا. نقول له مثلا بالتعويض في المعادلة السهلة دي اللي فيها موجب دي، بالتعويض في المعادلة س زائد ص تساوي 12، شيل السين واكتب 5 اللي طلعت معايا، زائد ص تساوي 12، يبقى الصاد هنا تساوي 12 ناقص 5، يبقى الصاد تساوي 7. في الآخر أقول له إذن العددان هما السين ب5 والصاد ب7، أو أقول له الصغير ب5 والكبير ب7. وبرضو اتأكد من مسألتك، عوض مكان السين ومكان الصاد 5 و7، هنا 5 زائد 7 فعلا يديني 12. لو عوضت برضو مكان السين ومكان الصاد في المعادلة التانية برضو المسألة رقم 13 اللي أنا عارف إن في ناس كتير مستنية المسألة دي، وممكن يبقى في ناس دخلت على الفيديو مخصوص عشان المسألة دي. أول حاجة بيقول لي عدد مكون من رقمين مجموعهما 11. قبل ما نقرأ المسألة أنا عايزك تفهم معايا حاجة واحدة. لو أنا قلت لك عدد مكون من رقمين مثلا زي 43 مثلا، ده بعيد عن المسألة، مش ده مكون من رقمين؟ يعني رقم في الأحاد ورقم في العشرات. لو أنا طلبت منك أنك تجمع الرقمين هتقول لي مجموعهم كام؟ مجموعهم 7. هيفرق معاك أنك تقول 3 زائد 4 أو 4 زائد 3؟ لا، مش هيفرق معاك. يبقى لما أقول لك مجموعهم كذا، قول لي العدد الأول أن هو الأحاد زائد العشرات يساوي كذا زي ما هما. ما بقولش 3 هنا زائد 40، أنا عارف أن الأربعة في العشرات ب40، ما بقولش 3 زائد 40، أنا بقول لك اجمع لي الرقمين، تقول لي 3 زائد 4. طيب لو أنا قلت لك عكس أو بدل وضع الرقمين، احنا قلنا في الجمع إبدالي هجمع 3 و4 7 على طول، هي 4 زائد 3. طب لو أنا عكست وضع الرقمين، هل الأربعة دي لما تيجي في الأحاد والتلاتة تيجي في العشرات هيفضلوا بنفس قيمتهم؟ لا، دي التلاتة دي كانت في الأحاد ب3 والأربعة ب40، انت خليت لي الأربعة ب4 والتلاتة ب30. يبقى لما نيجي نبدل لازم أبدل صح، أبدل كل حاجة تروح مكان التانية تاخد نفس القيمة المكانية أو قيمة الرقم اللي أنا هحطه هنا في الأحاد أو في العشرات. مش فاهم؟ تعال نمشي واحدة واحدة. بيقول لي عدد مكون من رقمين مجموعهما 11. احنا برضو هنقول له طالما عدد واحد ومتكون من رقمين، مش هنقول له نفرض ان العددان هو عدد واحد بس متكون من رقمين، يبقى نقول له نفرض ان الأحاد طالما هو رقمين س والعشرات صاد. لغاية كده تمام. قال لي مجموعهما 11، عدد مكون من رقمين مجموعهما 11. احنا قلنا في الجمع اجمع الأحاد مع العشرات او العشرات مع الأحاد، الجمع إبدالي، فانا هقول له مجموعهم 11 يعني الأحاد زائد العشرات يساوي 11. ما عنديش مشكلة في المعادلة دي. خلاص خلصنا كده أول جزء. هنا بيقول لي وإذا عكس يعني بدل وضع الرقمين فإن العدد الناتج يزيد عن العدد الأصلي بمقدار 27. ده أنا هنا محتاج أعرف إيه هو العدد الأصلي وبعد كده أبدلهم. طالما هبدل يبقى كل واحدة تاخد قيمتها. طيب تعال نشوف العدد الأصلي الأول. أنا قلت لك الأحاد س. طيب العشرات
يبقى هقول زائد العشرات بقى تاخد قيمتها طالما هبدل. الصاد تبقى ب10 صاد. ليه؟ دي في الآحاد بواحد، دي في العشرات ب10. يبقى ده العدد الأصلي. هو بيقول لي إذا بدل وضع الرقمين، يبقى أنا همشي كده كلمة كلمة. ده الأصلي. بدل وضع الرقمين، خلاص الصاد هتيجي في الآحاد تبقى بصاد، زائد السين تيجي في العشرات تبقى ب10 سين. أركز عليها تاني لأن دي أهم نقطة عندي. أنت قلت لي عدد مكون من رقمين مجموعهم 11، قلت لك س زائد ص يساوي 11. 43 لما اجمع الثلاثة والاربعة هي الاربعة زائد 3، ده هيديني 7 وده هيديني 7. لكن لما تقول لي بدل وضع الرقمين اقول لك لا، الاحاد احاد والعشرات عشرات. الاحاد هنا السين بسين، الصاد في العشرات تبقى ب10 سين. انت عايزني ابدلهم، خلاص يبقى الصاد تيجي في الاحاد ال10 صاد دي لما تبقى في الاحاد تبقى بصاد، السين لما تبقى في العشرات تبقى ب10 سين. يبقى ده العدد الاصلي وده اللي انا هبدله. خلاص كونا الاثنين دول هستفيد منهم المعادله اللي جايه. بيقول لي اذا بدل وضع الرقمين فان العدد الناتج ده مش الاصلي، العدد الناتج اهو صاد زائد 10 س. قال لي العدد الناتج يزيد، اقول له يعني ناقص عن العدد الاصلي اللي انا طلعته س زائد 10 صاد بمقدار 27، يعني يساوي 27 كده. دي المعادلة التانية، ولازم تحطهم في أقواس كده لأن السالب ده هيدخل يغير لي إشارة اللي في القوس التاني. تعال نطلع المعادلة التانية دي. هنا صاد زائد 10 س ما عنديش مشكلة فيها، أنا عندي مشكلة في اللي بعد السالب يدخل على القوس يغير له إشاراته. السين دي مضروبة في سالب بره تبقى سالب س، ال10 صاد مضروبة في سالب تبقى سالب 10 صاد. كمل تساوي 27. هعمل ايه بعد كده؟ هجمع الحدود المتشابهة. انا عندي هنا 10 س ناقص س يديني 9 س. عندي سالب 10 صاد وهنا موجب صاد، يعني سالب 10 زائد 1 يديني سالب 9 صاد. عدد سالب وعدد موجب بطرح واخد اشاره الكبير في القيمه المطلقه. جمعت المتشابه هنا، كمل كده يساوي 27. انا ملاحظ كده ان المعادله دي هنا 9 هنا 9 هنا 27 كلهم يقبلوا الاسم على 9، خلاص يبقى اقسمهم كلهم على 9. 9 س على التسعة يتبقى لي السين، ناقص 9 صاد على 9، 9 تروح مع 9 يتبقى لي الصاد، تساوي 27 على التسعة فيها التلاتة. يبقى كده كل اللفة دي عشان اوصل للمعادلة دي. س ناقص ص يساوي 3، وعندي هنا س زائد ص يساوي 11. دي المعادلة الأولى عشان ما تتوهش مني. خلاص لفتنا وطلعنا س ناقص ص يساوي 3. حل المعادلتين بطريقة الحذف. قول لي هنا س زائد ص يساوي 11، دي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية اللي وصلت لها س ناقص ص تساوي 3. قول لي بالجمع والصاد هتروح مع السالب صاد يبقى باقي لي هنا س وس 2 س تساوي 11 و3 14. من هنا تبقى السين لما اقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين تبقى السين ب7. عوض في اي معادله وطلع الصاد. نقول له بالتعويض في المعادله س زائد صاد يساوي 11 ان هي الاولى دي. شيل السين واكتب 7. 7 زائد صاد تساوي 11، يبقى منها الصاد تساوي 11 ناقص 7، يعني الصاد ب4. قبل ما تقول لي العددان س بكذا وصاد بكذا، لا تعال ارجع كده الاول المساله. انت طلعت الس ب7 والصاد ب4. هو بيقول لك عايز عددان ولا بيقول لك عايز عدد مكون من رقمين؟ وانت فرضت ان الاحاد س والعشرات صاد. السين اللي طلعت معايا تبقى احاد والصاد تبقى عشرات. اقول له اذا العدد هو السين 7 والصاد 4، ان هي في العشرات، يبقى العدد هو 47.
هنا بيقول لي عددان، اقول له خلاص نفرض ان العدد الاول س والثاني ص. تعال نكون المعادلتين. بيقول لي اذا اضيف ثلاثة امثال العدد الاول. الاول ان هو س، اذا اضيف يعني هنجمع. اضيف مين؟ ثلاثة امثال العدد الاول. العدد الاول س يبقى 3 امثال وتبقى 3 س. اضيف الى مين؟ الى ضعف العدد الثاني. الثاني ص، ضعفه يبقى 2 ص. كان الناتج 13 يعني يساوي 13. كده خلصت المعادلة الأولى لغاية هنا. بعد كده بيقول لي وإذا أضيف، برضه هنجمع. أضيف العدد الأول، العدد الأول زي ما هو، ما قاليش ولا ضعف ولا ثلاثة أمثال، إلى ثلاثة أمثال العدد الثاني. العدد الثاني ص، 3 أمثاله يبقى 3 ص. كان الناتج 16 يعني يساوي 16. كده معادلتين برضو من الدرجة الأولى هنحلهم بالحذف. وعندك هنا طريقتين. الصاد دي الاتنين مش هضربها في حاجة تديني 3، ولا التلاتة اضربها في حاجة تديني الاتنين. يبقى نعمل ايه؟ اضرب المعادلة الأولى دي ان هي هنا 2، اضربها في التلاتة دي، والتلاتة اضربها في الاتنين. المعادلة التانية اضربها في الاتنين، بس خلي واحدة منهم بسالب عشان اغير الإشارات. طب الطريقة التانية، احذف لي السين. مش هنا 3 س؟ هنا س، بس انت محتاج ايه؟ محتاج 3 ومحتاج سالب عشان تبقى 3 س، وهنا سالب 3 س. خلاص اضرب في التلاتة وفي السالب، يعني قول له بضرب المعادلة التانية في سالب 3. تعال نكتب الأولى زي ما هي، 3 س طالما مش هضربها في حاجة زائد 2 ص تساوي 13. المعادلة التانية دي هضربها في سالب 3. س في سالب 3 بسالب 3 س. 3 ص في سالب 3 يديني سالب 9 ص تساوي سالب 3 في 16 يديني سالب، و3 في 6 ب 18، 3 في 1 ب 3، 1 4 يديني سالب 48. اشتغل كده، قول له بالجمع 3 س مع السالب 3 س راحوا، 2 ص ناقص 9 ص يديني سالب 7 ص، واوعى تنسى السالب، يساوي هنا 13 زائد سالب 48. السالب، العدد السالب هنا في القيمة المطلقة هو الكبير، يبقى ناخد إشارته ونطرح. 8 ناقص 3 5، 4 ناقص 1 3. هعمل إيه بعد كده؟ طلع الصاد وبعد كده عوض تطلع السين. اللي مضايقني جنب الصاد هو السالب 7، اقسم هنا على السالب 7 وهنا على السالب 7، دي مع دي، يبقى الصاد تساوي السالب مع السالب، وال35 على السبعة فيها الخمسة. طلعنا الصاد. عوض في اي معادله. واحده يقول لي عوض في الاولى ولا الثانيه ولا اللي انا عدلت شكلها، براحتك خالص، اي معادله هيدي لك نفس الناتج. نقول له بالتعويض في المعادله الاولى دي مثلا، شيل الصاد واكتب 5، يبقى 3 س زائد 2 ص يعني 2 في 5 ب 10 تساوي 13. يبقى 3 س تساوي 13 ناقص 10، يبقى 3 س تساوي 3، ومنها تبقى السين تساوي هنا على 3 وهنا على 3، يبقى السين بواحد. قول له في الاخر اذا كده طالما انت بتكلمنا على عددان مش مجموعة حل، يبقى العددان هما 5 و1. رقم 15 بيقول لي مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار 5 ومحيطه 18، اوجد كلا من بعدي المستطيل. بعدي المستطيل ان هو الطول والعرض. يبقى اول حاجة نقول له نفرض ان الطول س والعرض ص. وتعالى نكون المعادلتين. اول حاجة بيقول لي مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار 5 سم. لغاية قبل الفصلة دي اول معادلة، طوله يزيد عن عرضه، احنا اتفقنا يزيد يعني نطرح، يبقى طوله ان هو س يزيد عن عرضه ان هو ص بمقدار 5 يعني يساوي 5. طب بعد كده ومحيطه 18. كلمة محيطه 18 دي لوحدها معادلة، وكنا اتفقنا قبل كده في المستطيل لما يقول لي محيط مستطيل المعادلة بتاعتها س زائد ص يساوي نص المحيط،
وشرحها لك بالتفصيل جت منين في فيديوهات الشرح. يبقى هنا محيطه 18، في محيط المستطيل نقول س زائد ص تساوي، وخد نص المحيط، ما تنساش المعلومة دي، نص ال 18 9. انا كده كونت المعادلتين، ولاحظت برضه ان هما معادلتين من الدرجة الاولى، هنحلهم بالحذف او بالتعويض ونطلع السين بكام والصاد بكام، ان هو الطول والعرض. وركز برضه في المطلوب، انا هنا في المطلوب بيقول لي اوجد بعدي المستطيل بس، خلاص يبقى انا المطلوب مني اطلع الطول والعرض بس. احيانا يقول لي اوجد مساحته، يبقى مطلوب مني اطلع الطول والعرض وبعد كده اضربهم في بعض عشان اجيب المساحه. لكن هنا عايز الطول والعرض بس، يبقى نكتب له المعادلتين س ناقص ص يساوي 5، وتحتها س زائد ص يساوي 9. خلاص الصاد هتتحذف مع السالب ص، يبقى نقول له بالجمع دي مع دي والسين مع س، س زائد س 2 س تساوي 5 و9 14. من هنا اقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين تبقى السين ب7. عوض في اي معادلة، خد الموجب دي سهلة، قول له بالتعويض في المعادلة س زائد ص تساوي 9، اعوض بقيمة السين تطلع لي الصاد. س هنا ب7 يبقى 7 زائد ص تساوي 9، يبقى الصاد تساوي 9 ناقص 7، يعني الصاد تساوي 2. يبقى اقول له الطول في الاخر كده، الطول ان هو فرضت ان هو س يساوي 7، والعرض اللي فرضت ان هو ص يساوي 2. لو كان عايز مني المساحة كنت اقول له 7 في 2 ب 14 سنتيمتر مربع، لكن هنا عايز الطول والعرض يبقى ده 7 سم وده 2 سم بس. رقم 16 عددان حاصل ضربهما 10. تعال نفرض العددين. نفرض ان العدد الاول س والثاني ص. بيقول لي اول معادلة حاصل ضربهما 10، يعني لما تضرب السين في الصاد تساويها ب10. طب اضرب السين في الصاد يعني س صاد، كده ضربتهم في بعض يساوي كام؟ قال لي 10، يبقى يساوي 10. طب المعادلة التانية الفرق بينهما 3، الفرق بينهم يعني س ناقص ص تساوي 3. اوجد العددين. انا هنا ملاحظ عشان في طلبة كتير بتتلخبط في الكلام ده، تقول لي دي معادلة من الدرجة الاولى ودي معادلة من الدرجة الاولى. الكلام ده مش مظبوط، دي لوحدها كده معادلة من الدرجة التانية ودي من الاولى. طب ليه يا مستر؟ ما هنا اس واحد. لا، ده حد على بعضه، مفيش بينهم وبين بعض زائد ولا ناقص. الحد ده من سنة اولى اعدادي كنت بعرف الدرجة بتاعته ان انا اجمع الاسس بتاعة الرموز بتاعته، هنا واحد وهنا واحد يبقى 2. لكن هنا مش هجمع لان ده حد لوحده وبعد الناقص حد لوحده، فدي من الدرجة الاولى. يبقى دي معادلة من الدرجة التانية ومعادلة من الدرجة الاولى. بنتصرف فيهم ازاي؟ بتفصل معادلة الدرجة الاولى وتعوض بيها في معادلة الدرجة التانية. يعني ايه تفصل الاولى؟ يعني طلع لي السين لوحدها بكام او الصاد لوحدها بكام. الاسهل ليا هنا السين اخليها لوحدها عشان دي موجب، تساوي التلاتة تنزل واودي السالب صاد الناحية التانية بعكس اشارتها تبقى زائد صاد. انا كده فصلت معادلة الدرجة الاولى. بقى ان انا اعمل ايه؟ اعوض بيها في معادلة الدرجة التانية. لما تقابلني السين اشيلها واكتب 3 زائد صاد. طب الدرجة التانية هنا س زائد صاد، شيل السين واكتب 3 زائد صاد. والغلطة اللي هيقع فيها ناس كتير يقول لي انا شلت السين اهو 3 زائد صاد، اضربها بقى في صاد واروح عامل فيه، كده غلط. كده لو عملت فيه صاد يبقى انت ضربت الصاد دي في الصاد دي بس. لا، انا عايز اضرب السين كلها ان هي 3 زائد صاد في الصاد دي، يبقى لازم احطهم في اقواس. كمل. تساوي 10. عندي هنا الصاد مضروبة في التلاتة زائد صاد، يعني هضربها مرة في التلاتة ومرة في الصاد دي، نوزعها. صاد في 3 ب3 صاد زائد صاد في صاد بصاد تربيع تساوي 10. دي كده بقت معادلة من الدرجة التانية. رتبها كده وخلي الصاد تربيع في الأول وبعد كده صفر المعادلة يبقى صاد تربيع، واجيب بعدها الزائد 3 صاد
وادخل العشرة بعكس اشارتها تبقى -10 تساوي، لما خدت ال10 من هنا مش باقي حاجة يعني صفر. انا كده صفرت المعادلة، علشان معادلة الدرجة التانية لازم اصفرها عشان احلها. تحلها بايه بعد كده؟ انا ملاحظ المعادلة دي تتحل بالتحليل. ده مقدار من سنة تانية اعدادي كنا بنقول عليها مقدار ثلاثي بسيط. خلاص يبقى احنا هنحللها بالتحليل. الصاد تربيع صاد في صاد، عايز عددين اضربهم في بعض يديني 10. بنبص على الاخير ده هو اللي بيحدد لي كل حاجة. مين نضربهم في بعض يدينا 10؟ في 1 في 10 وفي 2 في 5. طب هاخد مين فيهم؟ حسب الاشارة اللي هنا. لو كانت موجب كنت اقول لما اجمعهم يديني اللي في النص، لكن دي سالب يبقى اقول لما اطرحهم يديني اللي في النص. مين لما اطرحهم يديني التلاتة دي؟ هي الاتنين والخمسة. فعلا لما اطرح 5 ناقص 2 هيديني 3. طب الاشارات اللي باقية عندي، لو الاخير موجب القوسين ياخدوا اشارة النص، لكن لو الاخير سالب الكبيرة ان هي الخمسة اكبر من الاتنين، اخير سالب يبقى الكبير ياخد اشارة النص ان هي هنا موجب، والتاني ياخد اشارة مخالفة ليه. من هنا هطلع الصاد ناقص 2 اساويها بصفر، وهنا الصاد زائد 5 القوس ده اساويه بصفر، يبقى الصاد هنا تساوي، وادي دي بعكس اشارتها تبقى 2، والصاد هنا تساوي، وادي دي بعكس اشارتها تبقى -5. طلعنا الصاد. ما تستعجلش وتقول لي العددان هما 2 و-5. لا، انت عندك معادله فيها س وصاد، انت طلعت الصاد بس، عوض عشان تطلع السين. عوض في معادله الدرجه الاولى اللي انت كنت فاصلها، كانت س تساوي 3 زائد صاد، يبقى هنا س تساوي 3 زائد صاد ان هي 2 يعني تساوي 5، وس تساوي في دي برضو 3 زائد صاد ان هي -5، 3 زائد -5 يديني -2. نرجع كده للمعادله، لان انا ممكن اخد الموجب بس وممكن اخدهم كلهم. امتى اخد الموجب؟ لو قال لي عددان موجبان. كان بيقول لي ايه في المساله؟ عددان حاصل ضربهما 10 والفرق بينهما 3. ما حددليش. خلاص يبقى هاخد كل حاجه. وما تنساش وتقول لي مجموعه الحل، انا بطلب منك عددين، يبقى اقول له العددان هنا س وصاد ب5 و2 هما 5 و2، او اخد الاتنين التانيين -2 و-5، يا دول يا اما دول، لازم اكتب كله. رقم 17 عددان حقيقيان موجبان، محددها عشان لو طلع عندي سالب مش هاخد السالب. مجموعهما 9. هما العددان، نفرض ان العددان س وصاد زي ما احنا متعودين. طيب قال لي مجموعهم 9، يبقى س زائد صاد تساوي 9. الفرق بين مربعيهما 45. وهنا نستنى شوية. لو قال لي الفرق بين مربعيهما دي حاجة، ولما يقول لي مربع الفرق بينهما حاجة تانية، مش عايزين نتلخبط. الفرق انت امشي كلمة كلمة. الفرق ناقص اهو بين مين؟ بين مربعيهما، يعني مربع ده ومربع ده عندي مثنى. مربعيهما يعني مربع العدد الاول ومربع العدد الثاني يساوي 45. طب لو قال لي مربع الفرق بينهما، امشي برضو كلمة كلمة. كنت هقول مربع في قوس كده الفرق بينهما، يبقى الفرق بينهم س ناقص صاد. دي غير دي مربع الفرق بينهم، لكن دي الفرق بين مربعيهما، عندي مربع ومربع. بيقول لي اوجد العددين، برضو معادلة من الدرجة الاولى ومعادلة من الدرجة الثانية. افصل الاولى تبقى الس تساوي 9، وودي الصاد بعكس اشارتها تبقى ناقص صاد. خد اللي انت فصلتها دي عوض بيها في معادلة الدرجة الثانية. لما تقابلك السين اكتب 9 ناقص صاد. نقول له بالتعويض في المعادلة دي، وناخد السين هنا تربيع، يبقى اربع 9 ناقص صاد. 9 ناقص صاد تربيع، الكل تربيع. بعد كده ناقص صاد تربيع، بكمل اهو المعادلة تساوي 45. بنفك من سنة اولى اعدادي، ده اسمه مربع مقدار ذو حدين. مربع مقدار ذو حدين بنفكه ازاي؟ بنقول مربع الاول 2 في الاول في الثاني، بعد كده مربع الثاني واحده واحده. مربع الحد الاول ان هو 9 مربعها 81 يعني 9 في 9،
بعد كده 2 في الأول في التاني، 2 في 9 ب18، 18 في سالب صاد بسالب 18 صاد. بعد كده مربع التاني، دايما المربع بالموجب، ومربع الصاد صاد تربيع. كمل، ناقص صاد تربيع، ودخل ال 45 مرة واحدة أو ممكن نسيبها عادي وبعد كده ندخلها بعدين لو احتاجنا ليها. هعمل ايه بعد كده؟ هنا موجب صاد وهنا موجب صاد تربيع وهنا سالب صاد تربيع، خلاص راحوا مع بعض. اللي باقي لك هنا ايه؟ سالب 18 صاد، دي مفيش حد شبهها تاني، تساوي 45. وهات لي ال 81 بعكس اشارتها جنبها عشان نطرحهم من بعض. يبقى السالب 18 صاد اطرح دول من بعض يديلك سالب 36. السالب راحت مع السالب، يبقى الصاد كده تساوي، اقسم على اللي جنب الصاد هنا على 18 وهنا على 18، يبقى يديلك هنا 36 على 18، يبقى الصاد ب2. طلعت معايا الصاد ب2. عوض في المعادله اللي انت فصلتها تطلع السين، كانت س تساوي 9 ناقص صاد، يبقى اقول له الس تساوي 9 ناقص صاد اللي طلعت معايا يعني ب7. كده طلعت السين والصاد وما طلعش معايا حاجه سالب، لان هو كان طالب مني ان هم يكونوا موجبان. لو كانت طلعت حاجه سالب كنت اقول دي مرفوضه، كنا خدنا الموجب بس. يبقى اقول له في الاخر اذا العددان هما 7 و2. اخر سؤال بيقول لي مستطيل محيطه 18 ومساحته 18، اوجد كل من بعديه. برضه هنقول له نفرض البعدين ان هما الطول والعرض، ان الطول س والعرض صاد. بيقول لي محيطه، اتفقنا محيط مستطيل يبقى تقول س زائد صاد وتاخد نص المحيط، يبقى س هنا زائد صاد تساوي نص ال 18 ان هي 9. طب المعادلة التانية بيقول لي ومساحته 18، مساحته 18 ومساحة المستطيل لازم ابقى عارفها هي تساوي الطول في العرض. فلما يقول لي مساحته يعني الطول ان هو س في العرض ان هو صاد، واساويها زي ما هو مديها لي ب 18. واحد هيقول لي هنا ما خدتش نصها ليه؟ لا ده مساحه، المساحه تساوي الطول في العرض يديني ال 18 كلها، لكن المحيط كان بيساوي الطول زائد العرض في 2، فانا لما ما بضربش هنا في 2 فباخد نص المحيط. نركز في دي. برضو معادله من الدرجه الاولى ومعادله من الدرجه الثانيه هحلها لك سريعا عشان انت فهمتها. نفصل معادله الدرجه الاولى تبقى س تساوي 9 ناقص صاد، وعوض بيها في معادله الدرجه الثانيه، شيل السين واكتب 9 ناقص صاد مضروبة في الصاد زي ما اتفقنا نحط أقواس تساوي 18. اضرب الصاد دي في اللي في القوس، صاد في 9 ب9 صاد ناقص صاد في صاد بصاد تربيع تساوي كام؟ تساوي 18. خلي الصاد تربيع في مكانها أو تجيب التسعة وترتب، يبقى هنا سالب صاد تربيع، بعد كده زائد 9 صاد بنفس اشارتها، وادخل ال 18 تبقى سالب 18 تساوي 0. هخلص من السالب اللي جنب الصاد تربيع ده، لازم اخلص منه. اقسم المعادله كلها على سالب، تبقى دي سالب على سالب هيروح مع بعض، تبقى لي صاد تربيع موجب على السالب اللي هقسمه عليها يبقى سالب 9 صاد، سالب على السالب يديني موجب 18 تساوي 0. حلها برضو بالتحليل، نفتح قوسين كده ونساويهم بصفر. الصاد تربيع صاد في صاد كام في كام يديني 18، ولما اجمعهم يديني 9، هي 3 في 6 هيديني 18، ولما اجمع ال3 وال6 فعلا هيديني 9. الاخير موجب يبقى ريحنا، القوسين ياخدوا اشاره النص، اشاره النص هنا سالب يبقى ده سالب وده سالب. من هنا خد عكس اشاره دي او سواها بالصفر، يبقى الصاد تساوي هنا 3 والصاد هنا تساوي 6 عكس اشارتها. نطلع السين ازاي؟ عوض كده، السين كانت تساوي 9 ناقص صاد اللي انا كنت فاصلها، يبقى السين هنا تساوي 9 ناقص 3 6، والسين هنا تساوي 9 ناقص 6 3. طب هو كان طالب مني ايه في المسألة؟ كان بيقول لي اوجد كلا من بعديه، كلا من بعديه. طلع لي حاجات متشابهة. طب ما هنا البعد 6، البعدين 6 و3، وهنا
هتقول لي 3 و6، ما هي 6 و3، يبقى خد واحدة منهم. يبقى اقول له اذا البعدين هما 6، خد دول 6 و3، ما تكررهمش، ما هي 6 و3 هي 3 و6. ده الكلام ده بالنسبة للمستطيل. كده يبقى خلصت كل الأسئلة الهامة، أسئلة مهمة جدا عايزك تركز فيها وتحلها بنفسك. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا وتكونوا فهمتوا. أتمنى لكم كل توفيق، ربنا يكرمكم جميعا يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.